السلام عليكم، عاملين ايه؟ ورجعنا لكم بفيديو جديد وحلقة جديدة. دلوقتي احنا جايبين منتجات البديلة. ازاي احنا نقول على منتجاتنا بديلة؟ المفروض احنا بنقول دي منتجاتنا الاساسية وفي منتجات بديلة اللي هي المنتجات التانية. ليه؟ لان احنا المفروض ندي لكل حاجة نديلها حقها. وبعدين دي حاجة في بلدنا المفروض احنا ندعمها، ما نبقاش ضدها. يعني حتى لو هي رديئة مثلا او طعمها مش حلو قوي او ايا كان، ده بيبقى سببه احنا، مش اصحاب الشركات. ليه؟ لان احنا ما بندعمهمش. احنا لو دعمناهم هيبقى معاهم رأس مال ان هم يزودوا، يحسنوا من انتاجهم وكده، وهيبقى كمان في زيادة في فرص العمل. يعني ده هتبقى ناتجة علينا. مريم ندوق ده بيك شيبس. انا اصلا جربت كل اطعامه ولقيته حلو قوي. طب يلا نجربه. ده بطعم ايه؟ الليمون الحلو. الليمون الحلو. الليمون الحلو. ماشي يلا. كل لا انت الليمون. بصوا البطاطسية عاملة ازاي؟ ما فيهاش حتة متحروقة، ما فيهاش حتة بايظة زي شيبسي وكل البطاطسيات هنا سليمة مش متكسرة. طعمه كده فريش، طعمه حلو، حاسه فريش كده وحلو. الشيبسية فيها حلوة ومش محروقة وطعمها جميل. يعني الطعم فيها حلو وظاهر، يعني الطعم مش خفيف يعني زي بقية الشيبسيات. الشيبسي بيكون فيه يعني بسيط قوي، مش حاسين بيه. لكن اما ده ظاهر قوي، طعمه قوي وحلو، يعني انا حبيته. وانا برضو انا قيمه 9.5 من 10. وانا اديله 9/10. يلا نشوف حاجة تانية. الطعم التاني بتاعه بيك شيبس برضو عامل منه جبنة متبلة. ده طعم تاني، جبنة متبلة. هما دول الطعمين اللي احنا لقيناهم. تعالوا نجربه. يلا. طعمه شكلها فيه فيه توابل كتير يعني. ندوقه. حلو قوي. الجبنة المتبلة ظاهرة بيه قوي. والله اجمد من الشيبسي بكتير قوي. والله هو مش موضوع المقاطعة بقى وكده، بس هو فعلا لو قارنا ببيك شيبس بيك شيبسي طبعا والله بجد. يعني شيبسي اصلا معظم البطاطس من جواه بتبقى محروقه ومكسره وطعمها بيبقى خفيف، ما عادش قوي زي زمان. اما ده قوي قوي واصلا كبير. الشيبسيات كبيره، حجمها كبير، حلوه قوي ما شاء الله. يعني انا بصراحه ادعمه. تديله كام من 10؟ 10 و10 ونجم بصراحه. حلو، هو فعلا جميل ويستاهل فعلا 10/10. انا فعلا هديله 10/10 لان انا ما شفتش ولا مره من قبل حتى المقاطعه ولا مره بيك شيبس لقيته وحش ولا طعم. يعني كل اطعامه انا دقتها ما شاء الله، يعني حبيت كل الاطعام بتاعته. والبطاطس الماتيريال بتاعت البطاطس كمان حلوه، مش ناشفه ولا ناعمه قوي، حلو بصراحه. والطعم كمان قوي، يعني التوابل فيها حلوه. واصلا يعني ما فيش النوعين دول، في النوع ده ونوع الشطه ونوع الملح ونوع الطماطم ونوع الشطه بالليمون. ده طعمه حلو قوي اصلا. حلو. طبعا الجبنه احنا كلنا بنحبها طبعا. تعالى بقى نشوف حاجه تانية، نجرب حاجه تانية. هنجرب دلوقتي الايه، كارليتو. ده بديل الدوريتوس، او المفروض دوريتوس هو البديل. يلا ندوقه. بالجبنه برضه. وانا لقيت الطعم ده حاليا من كارليتو. دوريتوس قوي، شكله دوريتوس قوي. عارفين يا جدعان الجبنه اللي هي بتاعت تركيا هي بالظبط طعمها جامد قوي.
طعمها تحفه. والله ده احسن من الدوريتوس بمراحل. ده اديله 10/10 ونجمه بجد. يعني اديله 20/20. دلوقتي هنجرب بيك شيبسي. ده انا اصلا بيك شيبس برضو. ده كنت فاكره اجنبي اصلا مش انتاج مصري، و يعني شكله حلو قوي هو تقفيل وقفل فعلا حلو. كويس. انا برضو كنت مفكراه مش مصري، يعني كل الكلام اللي عليه اصلا بالانجلش. تعالى يلا نجربه. تقفيله حلو قوي. شايفين البطاطسية عاملة ازاي؟ سامعين سامعين القرمشة؟ طعمه جامد. منتج بلدي جامد والله دعموه. ده طعم الجبنة المشطشطة. هو فعلا جبنة ومشطشطة. طعمها حلو قوي. جبنة بس مشطشطة شوية. انا حبيته ده بصراحة، هديله 10/10 في التقفيل وفي المنتج وفي البطاطس كمان. سامعين اصلا صوت البطاطسية بتقرمش، جميلة. دي بتديله كام؟ بصي جامد قوي. 15/15. انا هديله 20/20. يلا نجرب منتج كمان. ده عشان انا بحب الهدايا. في هدايا اسمه بزيادة. ده احنا عارفينه كلنا برضه. كل الاطفال اصلا بيجيبوه. واو كسبنا مراية. والله طعمه حلو. ده زي الويندوز كده. والله حلوة فيها خرفيش. طعمه حلو. تديله كام؟ انا عشان طعمه مش ظاهر قوي يعني فاديله مثلا 7/10. ده انا اديله 6/10. نجرب ايه تاني؟ تعالى نجرب كاراتيه. ياه، كان ده ايام من ايام الطفولة. مش ايام انا. تعالى نجربها مع بعض. طبعا عادة صباع زي ويندوز. زي دوب كده. يلا. ايوه. السبيرش فيه واضحة قوي. والله ب2 جنيه ده جامد قوي. ده اديله 10/10. شطة وليمون، شطة وليمون. والله واحد. فعلا. انا بحب الشطة بصراحة. جامد. فكرة مزة كده في الزور بتكون بتخليني ارعش كده. ده انا هديله 10/10. في منه بالجبنة برضه. وانا هديله برضه 10/10. مش قادرة اتخلى عنه. نجرب الفلامينكو الأول. تعالى نجرب بقى الفلامينكو. طبعا الفلامينكو كلنا عارفينه. دوقوا. كمية حلوة قوي. كمية. طعمه فلفل حلو. انا ما طعمه شفتش طعمه ايه. فلفل حلو برضه. طعمه جامد جامد. مخيبش ظني بصراحة. بحب الطعم ده قوي. وقرمشة كده حلوة. ده اديله 8/10. انا 8.5. والله طعمه قوي وطازة. والله طازة، طعمه قوي قوي. انا بحب السناكس اللي يكون طعمه قوي. محبش انه يكون طعمه كده خفيف ويكون مقرمش مش طعمه جامد قوي. في بقى ايه؟ في ده سوسيس، اسمه سوسيس. ده جديد. تعالوا نجربه مع بعض. ده بطعم الجبنة الموتزاريلا. تعالوا ندوق. طويلة قوي. شايفين يا مان؟ طعمه جامد. وطويل قوي. والله طعمه جامد قوي وطعمه قوي. في 3 قطع طوال من دول. كمان قرموها. يلا اسمعوا. هاخده كله.
جامد. افتحه. والله فراولة. شطة الفراولة. كده بس ما يكون سبايسي. شكله كده ما يطمنش. حلو. لا مش حلو قوي يعني ده لا ما طعم شطة بس شطة حلوة شوية. يعني اديله مثلا 6.5/10. انا اديله 5/10 بس. ما عجبنيش اللون. افتح بقى افتح ده. وفيد مي هنجربه. فيدني اصلا بحبه شكله حلو. بس ده الطعم الوحيد اللي لقيته فيه. طعم ايه؟ فراخ تندوي. جندوي تندوي جندوي طعمها حلو. طعمها كده فيها كلمة جملة مع فراخ فراخ. حلو قوي. اوكي اديها كام؟ 10. اديها 7.5/10. تعالى نجرب جوليو، اصغر جوليو في العالم. جوليو عامل منه الفراخ. جوليو بقى في منه طعم الفراخ وطعمه حلو على فكره. طعم الفراخ انا جربته قبل كده بس ما لقيتوش، لقيت ده بس. وفي طعم برضو الفلفل الحلو برضو كان طعمه حلو. وده الطماطم. ده الطعم اللي عليه رسمه جبنه وعليه رسمه طماطم. بيبقى طعم الجبنه بالطماطم مثلا. عايز تدوقه؟ جوليو بحبه قوي. دايما ده بقى اسمه كرانشز. كرانشيز ده عليا. ده بدل بقى الشيتوس. انا مش عايزه اقول بدل دي تاني بس عشان بس تفهموني بسرعه. واحدة طويلة قوي. دلوقتي هناخد بريك، هنشرب ميه بقى عشان نغير الطعم وندوق بقى حاجات تانية عشان انا في اخر الفيديو عامله لكم حته مفاجاه. ضرب نار رشاش. تعالوا نجرب مع بعض شيبسي برافو. انا متحمس له. كل ده بالخل والملح. يلا برافو برضو اطعمه حلوه. انا مجرباهم اصلا. بسم الله. يا لهوي يا جدعان، ما حبيتوش؟ حلو. عشان شبعت من كمية الشيبسيات. حبيبي تديله كام؟ 7/10 عشان شايف الملح كتير قوي. اوفر. انا لما تبقى بتاعت البطاطس حلوه تديله كام؟ 7/10. اديله 6/10 مش عشان حاجه بس عشان انا المفضل عندي مش خل وملح، فاهمين؟ بس هو كطعم في الخل والملح 6 يعني 10/10 حلو. يعني بصوا مثلا نفسي لما تروح، يعني انا من جوايا كده بحس مثلا النهارده عايزه خل وملح كده، فاهم؟ لما احس بقى ان انا عايزه خل وملح اديله 10/10. لما احس ان انا مش عايزاه ونفسي مش رايحه له اديله 6/10. احب. في شطة اخر حاجتين معانا وما تنسوش المفاجاه وما تنسوش تدعوا على اخواتنا في فلسطين. يلا نعد 1 2 3 4 5. يلا بسرعه يلا اي حاجه. افتح ايدك. بالنسبة لي 5/10. لا مش الدرجه دي، استنى هديله 5/10. نجرب بقى ده. انا معظم الحاجه جايباها جبنه او شطه لان الاطعام دي اللي انا بحبها، بس هو اصلا في منها اطعام تانية. ده احمر قوي. جميله قوي.
سناكس كده سريعه. خفيفة. اديله كام؟ تديله كام؟ تديله كام؟ اديله 8 من 10. اديله 9.5 من 10 لان طعمه قوي. مشطشط قوي بجد، جميل. اسمه سوبر ستيكس، هو حلو بس مش اصابع مقرمشات. وبكده تكون الحلقه خلصت، بس قبل ما تخلص عايزه اوريكم مفاجاه. ما المفاجأة؟ ده ومع طعم جديد. مفاجاه تانية، بصوا. ومع مفاجأة تالتة. لو الفيديو عجبكم، لا ده نجربه في الفيديو الجديد، بس لو الفيديو ده عجبكم وصلوه لاكبر عدد من اللايكات، عشان لما انتوا توصلوا لاكبر عدد من اللايكات انا هعرف ان الفيديو عجبكم. طبعا مع كومنتاتكم الجميله ومع دعمكم ليا ان شاء الله اعمل لكم وطبعا مع دعمكم لينا هعمل لكم اكبر واقوى تحديات في العالم، وهعمل لكم بصوا كل اللي تطلبوه مني هعمله. وطبعا محدش جاب الكميات ديت في اليوتيوب، ولا كبير ولا صغير ولا مشهور ولا مش مشهور غيرنا، احنا بس اللي عملنا. احنا اصلا بنعمل اقوى فيديوهات في اليوتيوب. لا بصراحة جامد أوي، الشخصيات دي كلها حلوة. بصوا ده معانا بقى بارت 2. هتشوفوا بقى مننا حاجات حلوه بجد كتيره، ولسه كمان هعمل لكم من العصاير والشوكليت والبسكويت. في حاجات كتيرة أوي عندنا. ما تنسوش اللايك والكومنت والشير والسبسكرايب. والسبسكرايب وتفعلوا الجرس. ومع السلامه.